اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان. اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. زي ما تعودنا دايما بنتكلم في سلسلة الحلقات بتاعتنا عن يوميات في حياة المصريين القدماء او عن اشياء بتخص الحضارة المصرية القديمة عموما. فاحنا النهاردة هنتكلم عن اهمية زهرة اللوتس في الحضارة المصرية القديمة او عند المصريين القدماء. هنلاقي نبات زهرة اللوتس كان ليه استخدامات متعددة، ما كانتش بتقتصر في مجال واحد بس، لا ده كان ليه استخدامات في اكتر من مجال في حياة المصريين القدماء. اللوتس الازرق كان ليه مكانة كبيرة عند المصريين القدماء، كان بيرمز للخصوبة والنقاء والتجدد، واعتبر اللوتس الازرق رمز للبعث والخلود. وكنا بنلاقي دايما في العديد من النقوش بيظهر على التماثيل او في المقابر، على جدران المقابر يعني. في الاساطير المصرية القديمة كان اللوتس الازرق بيعتقد انه بينمو من المياه المظلمة عند بداية الخلق، حيث ظهرت شمس المعبود رع لأول مرة فوق الزهور اللي كانت بتفتح مع ظهور الشمس، وده جعل اللوتس الأزرق مرتبط بالشمس وبالمعبود رع وبتدفق الحياة. ما فهمتش ولا أي حاجة من اللي انتي قلتيها في المقدمة، هنشرح كل حاجة بالتفصيل دلوقتي. استخدم اللوتس الأزرق في تحضير بعض الأدوية والطقوس الدينية، ولقينا اللوتس بيظهر أو ليه صور كتيرة زي ما قلنا في المعابد والمقابر. وأول حاجة نتكلم عنها رمزية الحياة والموت. كان اللوتس بيعتبر رمز للبعث والتجدد. كانت بتظهر الزهرة اللي هي زهرة اللوتس الأزرق وهي متفتحة في الصباح وبتغلق في المساء، فكان المصريين القدماء شايفين في الزهرة دي تمثيل بيمثل ايه بقى؟ الانتقال بين الحياة للعالم الآخر. تاني حاجة نتكلم عنها رمزية الخصوبة والتجدد. نظرا لأن كان نبات اللوتس بينمو في بيئة مائية، فكان اللوتس الأزرق رمز للتجدد، وبيقال إن كان بيرمز للأرض الخصبة اللي بتزدهر فيها الحياة، وكان ليه طبعا تأثير في الطقوس الدينية المرتبطة بالتجدد. تالت حاجة نتكلم عنها التمثيلات الفنية. ايه التمثيلات الفنية اللي كانت عند المصريين القدماء الخاصة بزهرة اللوتس؟ هنلاقي ان نبات زهرة اللوتس الزرقاء بتظهر في النقوش او في التماثيل، وكان بيتم تصوير اللوتس الازرق، مش تصوير يعني ان احنا نصوره، لا يعني كان بيتم رسمه، يعني كان بيتم رسم اللوتس الازرق في المعابد وفي المقابر، ولكن شكله كان بيكون زهرة اللوتس الزرقاء متفتحة وليس زهرة مغلقة، وده طبعا فيه إشارة للحياة والبعث عند المصريين القدماء. طيب بالنسبة بقى للاستعمالات أو الاستخدامات الطبية لنبات زهرة اللوتس الزرقاء، طبعا كان اللوتس الأزرق بيستخدم في الطب القديم، وبيعتقد إن كان ليه تأثيرات مهدئة ومنشطة على الجهاز العصبي، وكان بيستخدم في بعض الطقوس الدينية والاحتفالات، ربما للحصول على تأثيرات مهدئة أو مخدرة من نبات زهرة اللوتس الأزرق. بالنسبة بقى لاستخداماته في المراسم الدينية، فكان اللوتس الأزرق جزء من الطقوس الدينية. إزاي؟ كان بيقدم كقرابين للآلهة في المعابد، وفي بعض الأحيان كان بيستخدم كعطر في الاحتفالات، أو ممكن نستخدمه في تحضير مزيج من الزيوت اللي كانت بتستخدم في الطقوس الدينية في المعابد. كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده جعل اللوتس الأزرق رمز غني بالمعاني عن الحضارة المصرية القديمة. بس كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك. تزوروني الحلقة الجاية مع رونيتا بموضوع جديد. سلام.